ما يمكن زمان كان أهداف المنظمة الماسونية مختلفة عن أهدافها دلوقتي. تفتكروا؟ فعلا المنظمة الماسونية زمان كانت بتبيع سبح، ودلوقتي بتشتري سبح، واحنا عايشين في نظرية المؤامرة لحد بقى ما جت ثورة 52 عشان تحد من نشاط الماسونية في بيع السبح وتوغلهم داخل مصر عبر المحافل بتاعتهم المنتشرة في مصر. وسنة 64 رفضت حكومة عبد الناصر تسجيل المحافل الماسونية في وزارة الشؤون الاجتماعية لغموض أهدافها في بيع السبح، فخرجت المحافل الماسونية في مصر من مظلة قانون الجمعيات الأهلية، وإن لم تفقد سيطرتها أبدا على ما تريد ومن تريد السيطرة عليه عبر رجالتها وأعضائها المنتشرين في كل مكان. معنى كده ان الصهيونيه ليها علاقه بالماسونيه؟ عماد مأكد لنا لا، مش عماد اللي مأكد لنا حضرتك، دي جامعه الدول العربيه اللي اكدت لنا سنه 1979 في قرار رسمي حمل رقم 2309، قرار رسمي من جامعه الدول العربيه باعتبار الحركه الماسونيه حركه صهيونيه هدفها تدفق الاموال على اللي ما يتسموش لدعم اقتصادهم ومجهودهم الحربي ضد الدول العربيه. ايه العك والرغي ده؟ ايه علاقة الماسونية بعمرو دياب اساسا؟ ما هو اصحاب نظرية المؤامرة دي اللي نظرية المؤامرة لحست مخهم شايفين ان الماسونية ربما تكون جندت عمرو دياب باعتباره اكتر شخصية مؤثرة في الشباب في مصر والوطن العربي، وان ربما تكون العين اللي ظهرت في كليب حبيبي ولا على باله اللي اتعمل سنة 2001 يعني من حوالي 24 سنة كده، ربما تكون دي عين الماسونية اللي هي احد اهم شعارات الماسونية اللي هي عين الاله او عين الشيطان، متبقاش عارف قوي، وهتلاقيها موجودة في أغاني كتير جدا حاولت الماسونية تروج شعاراتها من خلالها، وإنه مش عارف يخلع منهم عشان ما يحطوش السيخ المحمي في صرصور ودنه، وربما تكون عين عمرو دياب عادي زي عين عبعال كده، ونظرية المؤامرة دي لحست دماغ هؤلاء فعلا.